مساء الجمال والحلاوة والطعامة وصواني الجلاش الجميلة. شايفين الحلاوة والطعامة؟ شايفين الجلاش بتاعنا عامل ازاي؟ شايفين الصواني الحلوة؟ ألف هنا وشفا. عندنا ممكن العميل يختار نقطع الصينية على 16 ولا على 20 ولا على مثلا 12، عادي جدا. دي الصينية الصغيرة بتاعتنا. الطلب ده كان مطلوب ان احنا نقطعها على 16 قطعة، وانا ما كانش عندي اي مشكلة خالص زي ما انتوا شايفين كده. في حاجة تانية بس عايزة اقولها، انا دايما بحط رقم تليفون الكيتشن بتاعنا في كل رسالة ببعتها، مع في المنيو، في كل حاجة. أنا بستغرب بقى من العملاء اللي بتروح لأرقام تانية تبعت لها. الأرقام دي إيه؟ وصلت إن في عملاء بتبعت لعملاء زيها تسألها على الأسعار. طب هو حضرتك ليه مصرة إنك ما تلتزميش إنك تشوفي الرسالة عشان تعرفي تتواصلي مع المطبخ ده إزاي؟ زي برضو كاتبين إن التواصل عن طريق الواتساب. ليه الإصرار إن يتبعت لي على الماسنجر؟ ليه؟ أو على الفيسبوك؟ الحاجات بتاعت الفيسبوك دي المتابعة فيها وظهور الرسائل مش بنفس السرعة بتاعت الواتساب. أنا بختار طريقة يقدر العميل يوصل لي بيها بسهولة وبسرعة، وأنا كمان أرد عليه بسهولة وبسرعة أيا كان الوضع إيه والشبكة عاملة إزاي. فبلاش إحنا بقى نروح نتعب اللي بيتواصل معانا، ونروح له عن طريق مش عارف الماسنجر، عن طريق الانستجرام، عن طريق الكلام ده. لا يا جماعة، في واتساب نمبر لو سمحتوا نلتزم بيه. لو احنا عايزين نطلب بجد مش بنتدلع، لو احنا عايزين حاجة ومستعجلين عليها فعلا.